نوفمبر 2022 كان أول موعد لانطلاق الذكاء الاصطناعي، وكان موعد لنهاية العالم. أول إطلاق للذكاء الاصطناعي اللي هو الشات جي بي تي اللي جمع ملايين المستخدمين بأسبوع واحد بس. كتير كنا نسمع عن الذكاء الاصطناعي وما كان حدا ياخده بعين الاعتبار إلا لنهايات 2022 اللي هي كانت موعد انطلاقه. حاليا الذكاء الاصطناعي أو الشات جي بي تي بيعمل كتير من الشغلات والأعمال اللي أخذت جهد كبير من البشر لحتى يتقنوا هاي المهارات والأفكار والمعلومات. الشركات العالمية اللي مثل جوجل ويوتيوب وفيسبوك وانستغرام بيستخدموا الذكاء الاصطناعي لبناء الخوارزمية تبعهم لحتى يحافظوا على المستخدم وأكبر عدد ممكن من الزوار. كيف يعني بتحافظ على المستخدم؟ المستخدم بس يفتح اليوتيوب ويبحث عن شيء معين مثل الطبخ، هون هو عطى طابع للخوارزمية انه هو بيحب الطبخ، وبالتالي رح تضل الخوارزمية تحط له فيديوهات عن الطبخ واعلانات عن الطبخ لحتى ينجذب اكثر ويضل بالموقع لفترة طويلة، لانه هذا الشيء بيساعد على تحقيق ربح اكثر لصالح الشركات. وهذا اللي حفز الشركات على تمويل الذكاء الاصطناعي ويوصل لمراحل كبيرة كتير، انه الذكاء الاصطناعي صار بمجرد ما تكتب له اي صورة من تخيلك بيعطيك اياها وهي بالفعل ما لها موجودة، او صار مثلا يساوي لك لوحات فنية هي بالاصل كمان ما لها موجودة. والترند الكبير اللي طلع على السوشيال ميديا اللي هو بيحول الصورة لفيكتور ارت اللي الانسان العادي ما بيحسن يساويها من اسبوع لاسبوعين. وهذا النوع من الذكاء الاصطناعي اسمه الاوبن اي اي، مشان يساعد المقالات والموقع تبعك ينتشر بمحركات البحث ويظهر لاكبر عدد ممكن من الزوار. واستحوذت شركة شات جي بي تي على العالم لانه صرت بتحسن تكتب مقالة شبيهة لكتابة البشر بوقت قصير كتير. وهون بيبدأ القلق لانه صار في ثورة بالعالم عم تهدد الوظائف والمهارات الموجودة على الانترنت، وصار يشكل خطر كبير على الطلاب لانه حرفيا صاروا يبعتوا الوظيفة مثل ما هي للشات جي بي تي، والشات جي بي تي بيعطيهم الحل كامل. يعني انت تصحى لك شات جي بي تي ما بتتلقاه. وبعض الطلاب حسنوا ينجحوا بامتحانات جامعية وبامتحانات ماجستير من خلال الشات جي بي تي. الجانب الإيجابي للشركات العالمية إنه بيعمل أعمال برمجية معقدة خلال دقائق، بس هذا لازم ما يخلي الشركات تتخلى عن الإنسان، ولكن رح تتخلى عن الإنسان لأنه الشات جي بي تي مجاني، وهذا الشيء بيوفر للشركة راتب لمصمم أو مبرمج بآلاف الدولارات. كل شركة عم تتسابق مين بده يسيطر على العالم من خلال الذكاء الاصطناعي تبعها اللي هن مايكروسوفت وشات جي بي تي وأوبن اي اي. شو دخل مايكروسوفت؟ مايكروسوفت دفعت 10 مليارات للذكاء الاصطناعي مشان تحصل على إصدار واحد من الذكاء الاصطناعي يكون خاص فيها. مايكروسوفت وجوجل بالذكاء الاصطناعي، وحتى شركة مايكروسوفت لك لسه بترجع على مايكروسوفت لحتى يحسن العالم البحث على بينج، وبخلال ثواني بيحصل على النقاط الأساسية وجميع صفحات الويب الموجودة لحتى تحسن توصل للمعلومة تبعك من خلال بينج اي اي. هذا المحرك موجود من مليون سنة، وكنا كل ما نفوت عليه بنحسه ثقيل وسمج وما بتعرف وين تحط البحث تبعك وشلون بيعطيك المعلومات. بس هلأ عم يهدد المحرك الكبير يلي العالم كل الكرة الأرضية بتستعمله اللي هو جوجل. وهذا الشيء بيصير إذا قلوا المستخدمين بجوجل وراحوا لبينج. هون فعليا شركة جوجل رح تخسر مليارات الدولارات. حبيب جوجل ما لنا نسيان الذكاء الاصطناعي. معقول جوجل هلا ما طلعت ذكاء اصطناعي لإلها؟ بلا طلعت ذكاء اصطناعي. وهون ظهرت نسخة الذكاء الاصطناعي تبع جوجل، بس فيها بعض الأخطاء مقارنة بمحرك بينج. كأنه كتير حكينا عن الذكاء الاصطناعي وهلا كمان رح نحكي عن الذكاء الاصطناعي. المجال الأكثر خطورة اللي هو الذكاء العام الاصطناعي، أي شيء بتقول له يا بيساوي لك يا، أي شيء بتقول له يا بيساوي لك يا. ومع التطوير الكافي لهذا النوع من الذكاء الاصطناعي صار بيساوي أي شيء بيتطلب ذهن أو عقل بشري. بس هي الجودة البشرية ما طلعت هيك دغري من حالها، من ملايين السنين عم يشتغلوا على الذكاء العام الاصطناعي، من تطوير اللغة ونظام المكافأة اللي بيصير بجسم الإنسان أو بعقل الإنسان لحتى يصير مثل البشر حرفيا. فرض هذا النوع من الذكاء الاصطناعي على بي سي أو مع تقنيات تانية رح تكون فكرة كارثية. ومع كل هالمشاكل عم يتطور الذكاء الاصطناعي لحتى يستلم وظائف ومعلومات بشرية، لحتى يقلد الإبداع البشري. ومن سنة عم يقول شخص من جوجل انه الشات جي بي تي الجديد للذكاء الاصطناعي صار في عنده احساس ومشاعر بشرية. وفي شغلة سلبية كبيرة بالنسبة للروبورتات الدردشة، لانه كل روبوت في له اكاونت حرفيا على كل منصة، وهذا الشيء كارثي لانه عم ينحط كومنتات على مختلف مواقع السوشيال ميديا، كومنتات وهمية من بوتات عم تاخذ المتابعين لروابط هاكر، واحيانا ما في روابط بس انت صار في عندك متابع وهمي. وهذا الشيء بيضر، وخاصة باليوتيوب بيضر صانع المحتوى
المحتوى اللي عم يجي متابعين وهميين، وحرفيا هي المشكلة حكى عنها ابو فلة وصانعين محتوى اجانب. او متابعة تكتب ان امنيتها تشوف تعليقات طبيعية، فما بالكم بصانع المحتوى. من خلال الموقع اللي ساوته مايكروسوفت اللي كان منتهي خلال 24 ساعة بس، لأنه كان عم يدل على أنه الذكاء الاصطناعي بدون مشاعر وبدون إحساس. ونجي لشغلة تانية انتشرت من فترة اللي هي الديب فيك، هو أنه تاخد صورة من شخص معين وتحطها بفيديو معين ويصير هذا الفيديو لهداك الشخص. فهمتوها؟ بس هيك شرحة يعني. حرفيا تم تطوير الديب فيك على الذكاء الاصطناعي ليحسن يعطيك نتائج حقيقية 99.9%، وصار بتحسن تجيب نفس الصوت على الفيديو للشخص اللي بدك اياه من خلال الفويس AI. هي الخاصية بتخليك تاخد اي صوت من مشاهير او اشخاص سياسيين او مسؤولين وتستعمله بفيديوهاتك. ما بعرف، اعطوني رأيكم بهذا الفيديو، يمكن يكون حلو ما حلو، اكتبوا لي كل شي بالكومنتات، ولا تنسى تعمل سبسكرايب ولايك و100 شغلة وشغلة وبس. انا جعفر السمان، بشوفكم بفيديو الجاي.